أنا هناء عندي 35 سنة وجوزي عنده 50 سنة. اتجوزت جوزي وهو أكبر مني ب15 سنة. كان طيب وابن حلال وبتاع شغل وملوش في أي حاجة، وخلفت منه عيلين. بس بصراحة بدأت أحس إن فعلا فرق السن بيبقى ليه عامل جامد جدا. يمكن الراجل ما بيحسوش قوي، الست هي اللي بتحسه أكتر وبتتعب. بدأت يعني أطلبه أنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بس هو على طول تعبان، بيجي من الشغل تعبان. كنت بضيع أوقاتي كلها في الخروجات، زيارات، أنزل أشتري حاجات. كان الحاجة الوحيدة اللي هو كان دايما يقول لي ما تنزليش لوحدك، خدي أخوكي، المهم ما تروحيش المشاوير لوحدك، وبعدين مش أخوكي بيوصل ناس، هو كله بحسابه. قلت له بس ساعات بيطلع ناس على العربية ديت، مش هو دايما يعني، هو جايب ناس سواقين. قال لي مش مشكلة، المهم تطلبيه وتخليه يبعتلك العربية وكله بحسابه، أهو أولى من الغريب. وفعلا ساعات أخويا يجي بالعربية يوديني المشوار، ساعات يبعت السواق اللي عليها، وهكذا. ومن هنا بقى بدأت قصتي لما لقيته بعت لي واحد اسمه خالد. كنت أول مرة أشوفه، تقريبا كده هو عنده 28 سنة، بس من أول ما شفته هو لفت نظري. شاب وسيم، حلو، طول بعرض، جسم رياضي، بصراحة يدخل القلب. وصلني كذا مشوار، ومن ساعتها وأنا حصلت ما بيني وما بينه، أو بصراحة مني أنا الأول، الإعجاب والنظرات. كنت بحاول إن أنا ألفت نظره، وهو ما خدش وقت معايا، فعلا أخد باله مني. كنت بتحجج إن أنا أروح في أي مشوار عشان يبعتهولي، واليوم اللي يبعت لي واحد تاني أو يجي هو أخويا كنت بتضايق جدا. ولما كان يعني أو إن أنا بشوفه في المشوار ده بيفضل معايا لحد ما أخلص، بس معرفش ليه كنت بروح البيت وأنا مشتاقة لجوزي، وببقى حابة الحاجة دي قوي، وأحس إن أنا محتاجة لها. مش حبا في جوزي، لأ، يمكن حسيت إن حاجة جديدة دخلت حياتي. الموضوع ده معاه بيجدد حاجة جوايا، أو بيخليني محتاجة للحاجة دي. إزاي أنا مش عارفة، مكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل لي. المهم خليته يعني ياخد باله مني، نظرات، كلام كتير، لحد ما بدأنا ناخد على بعض أكتر وأكتر. حكينا لبعض كل تفاصيل حياتنا، وهو عرف عني كل حاجة. وبصراحة في يوم اعترفت له وقلت له إن أنا معجبة بيه وبشخصيته. استغرب جدا وما كانش عارف يرد. قلت له بتستغرب ليه؟ هو مش دايما يعني الراجل هو اللي بيقول للست إنه معجب بيها؟ عادي، أنا بقول لك إن أنا معجبة بيك، وأنت يعني عرفت ظروفي قال لي بصراحة وأنا كمان، أنا من أول يوم شفتك فيه. قلت له بجد؟ مع إني يعني ما كانش باين عليك. قال لي لأ، ما هو عشان ده أكل عيشي، وأنتي أختي صاحب العربية، فما كنتش قادر يعني. قلت له طب ما كويس، أنا بصراحة يعني نفسي أقضي يوم معاك. فاستغرب قوي. قلت له مستغرب ليه؟ قال لي من جرأتك. قلت له عادي، هي الحاجات دي آخرتها إيه؟ ما أنت عارف الحاجة دي أولها لف ودوران ويمين وشمال، لكن في الآخر بترسي على الموضوع ده. قال لي بصراحة أنا مش عارف، على العموم أنا أتمنى إن أنا أقضي يوم معاكي برضو. قلت له بس فين؟ قال لي أنا بصراحة ما عنديش مكان، أنا جاي من محافظة تانية وبنام في سكن كله شباب ورجالة، يعني ما عنديش مكان أبات فيه. قلت له طب ما ينفعش في العربية؟ استغرب قوي. قال لي لا طبعا ما ينفعش، العربية بتبات في جراج وكده انت هتلخبطي الدنيا. قلت له طيب اديني فرصة أشوف كده هعمل إيه. وفعلا روحت البيت. طبعا يعني بعد ما قعدت احايل جوزي او البس له حاجه حلوه عشان يهتم بيا، ومهما نصيحه ما فيش، جوزي خلاص. قعدت افكر واشوف انا عايزه اعمل ايه. دماغ شيطانيه فعلا. جات لي فكره غريبه ومجنونه في نفس الوقت. ايه المشكله لما بنسمع كده عن الراجل اللي بيلبس نقاب ويخش الشقه مع واحده ست متجوزه؟ اهو انا بقى جات لي الفكره من الطريقه دي. وفعلا كونت الفكره ورحت قابلته وقلت له ايه رايك في فكره مجنونه؟ قال لي ازاي بقى؟ قلت له هتعمل واحدة صاحبتي ومزعلة، يعني يعني متخاصمة مع جوزها ومزعلها، وهتيجي تقعد عندي، والست دي هتبقى انت ولابس نقاب وانت متشددة جدا والست ديت زي ما انت فاهم بقى اللي ما بتقلعش النقاب. قال لي بس انا خايفة اعمل حاجة زي كده. قلت له تخاف ليه؟
قال لي انت جريئة بصراحة، انا مش عارف انت قلبك جامد ليه كده. قلت له يعني انت مش عايز تقضي وقت حلو معايا؟ قال لي والله نفسي. قلت له خلاص لو موافق انا ههيئ الظروف للموضوع ده. قال لي موافق. وفعلا رحت لجوزي واحنا قاعدين بنتعشى، قلت له على فكرة في واحدة صاحبتي متخانقة مع جوزها وملهاش اي حد، ابوها وامها ماتوا ويعتبر مقطوعة من شجرة ومش عارفة تروح فين. دي غلبانة جدا وانا بصراحة صعبانة عليا. قال لي طيب نعمل ايه؟ قلت له ايه رأيك نجيبها تقعد معانا في أوضة الضيوف؟ قال لي والله عادي، نعمل خير، ده يعني عادي نستضيفها اهو، احنا نسترها والخير ده يترد لنا. زي ما تقولوا كده الكلام ده ما أثرش فيا، واحد يبقى طيب ما يقول خير وانا دماغي شيطانية. قال لي يا ستي وانت عارفة انا طول اليوم في الشغل، اقعدوا براحتكم. قلت له هي متشددة جدا وما بتقلعش النقاب، ما بتكلمش رجالة. قال لي يا ستي عادي خليها قاعدة معاكي في الأوضة، وأنا كمان بدل ما تقعديها في أوضة الضيوف أنا هقعد مع العيال وأنام معاهم عشان تبقى براحتها وتقعدوا بالليل تحكوا، يمكن تعرفي تعملي حاجة ما بينها وما بين جوزها. طبعا كده كل حاجة اتظبطت. ورحت وقلت له. قال لي بجد؟ قلت له اه. ظبط نفسك وحاول بقى ان انت ايه، يعني تلبس حاجات واسعة عشان جسمك وكده ولو يعني تعرف تنعم صوتك شوية في الرد على أضيق الحدود. اتعلم بقى المشي الحريمي، متبقاش ماشي كده زي الرجالة فارد نفسك قوي وكده، لا عادي يعني. المهم عمل كل ده وتظبطنا. وجه جوزي طبعا جه بالليل، قلت له على فكرة صاحبتي موجودة. قال لي طيب حطي لي الأكل، هي أكلت؟ قلت له اه طبعا. حطي لي الأكل وأنا كمان مش قادر أفتح عيني، أنا هخش أخد العيال وننام، ولا عايزة مني حاجة؟ قلت له لا. طبعا عملت لجوزي الأكل وأكل ودخل هو والعيال عشان يناموا. ودي كانت أول ليلة في الخيانة. كأني عروسة، قلت الليلة دي لازم تبقى ليلة دخلتي، تبقى أول ليلة في حياتي اللي أنا ما استمتعتش فيها مع جوزي. وفعلا كنت شارية قميص جديد ودخلت عنده الأوضة وقفلت بالمفتاح. واليوم ده أنا مش هقول لكم عدى عليا إزاي. جوزي في الأوضة التانية بالعيال وأنا هنا على السرير بتاعنا. وقضيت يوم كنت حاسة إن أنا فعلا عروسة جديدة. عمري ما حسيت الإحساس ده مع جوزي. حسيت فعلا إن أنا واحدة ست في اليوم ده طول الليل. وبدأنا أو كملنا على الموضوع ده. قعد معايا أسبوعين، تخيلوا، أسبوعين محدش يعرف إن معايا راجل في البيت. كان بينزل عادي بالخمار يروح شغله ويطلع عادي بالخمار، يفضل قاعد وقاعدين ونايمين مع بعض. لحد ما عدى فترة طويلة ولقيت جوزي بيقول لي هو انت ليه سايباني؟ قلت له سايباك ازاي؟ قال لي يعني انا ما وحشتكيش؟ انت بصراحة وحشاني قوي. اي نعم انا ببقى على طول تعبان، بس احنا بقالنا فترة. تخلي صاحبتك يعني تنام النهاردة لوحديها وانت تعالي معايا. قلت له والعيال بقى؟ قال لي يا ستي نروح اوضه الضيوف، لكن انا مش قادر النهارده استغنى عنك. طبعا انا عارفه ان خالد لا يمكن يقبل بحاجه زي كده، لانه دايما يقول لي جوزك ما يقرب لكيش، كانه بيغير عليا ولا ايه مش عارفه. فطبعا رحت وقلت له ان انا هنام النهارده مع العيال. قال لي ليه مش هتنامي في حضني؟ قلت له لا. قلت له ما تنساش ان انا متجوزه. قال لي طيب على الله يلمسك. قلت له ما تنساش ان ده جوزي وليه حق عليا. قال لي انا قلت لك وخلاص، انا لا يمكن ابقى قاعد هنا وانت نايمه في حضن جوزك. استغربت قوي، طب ما جوزي وانا وانت بنخونه. فحسيت ان في موضوع حاجه غلط بتحصل وبدات افوق. قلت له طيب انا بس هروح انام مع العيال. وفعلا رحت انا وجوزي في الاوضه الثالثه وسبت العيال وقفلت عليه هو كمان. طبعا الدنيا هدوء والكل نايم، كان صوتنا طالع وهو كان قايم يتجسس علينا، فطبعا عارف ان احنا او حس ان احنا ومن صوتنا بنعمل حاجه. هجم على الباب، وايه اللي انتي بتعمليه ده وسايباني؟ جوزي كان هيطب ساكت. مين ده؟ ايه ده؟ هي دي صاحبتك؟ بقى مش عارف يعني ده معقول اللي قاعد معانا فترة ده راجل؟ جوزي من الصدمة جات له زي ما تقولوا كده، خلاص جات له صدمة. التاني طبعا كان همجي وكان يعني عصبي جدا. دخل على جوزي يتخانق معاه. تخيلوا هو اللي يعني احنا في وضع غلط، هو اللي داخل يتخانق معاه. مسكوا في بعض، راح زقه في الدولاب، راحت راسه مخبوطة ونزل على السرير كمان اتخبط راح فيها. قلت له ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ايه ده؟ هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ قال لي ولا اي حاجة، هنلفه في البطانية ونرميه في اي حتة. قلت له انت مجنون، انت ازاي تعمل كده؟ قال لي ما انا اسيبك. قلت له تسيبني؟ تسيبني مع جوزي؟ هو انت شايفني ايه؟
المهم ده مش وقت خناق، وفعلا لفيناه ونزلنا في العربية عشان خاطر نرميه في أي مكان. وفعلا طبعا بعد يومين الجثة طبعا أو الموضوع اتكشف، والبوليس زي ما انتوا عارفين بيخلي أي واحد ماسك نفسه يعترف، كاميرات وكل حاجة كانت ضدنا، وإن في واحد أو واحدة بالنقاب، والعيال طبعا قالوا إن كان في صوت خناقة. كل الحاجات ديت خلتني إن أنا أنهار وأعترف بكل حاجة.